العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام مطلعها قول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، المراد محاججته لقومه وإفحامه لهم بالحجة. حجتنا في مناظرته لقومه وإقامة الحجة عليهم وإفحامهم بهذه الحجة. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، نحن الذين أيدنا إبراهيم بالقول المسدد الموفق كي يغلب قومه، فاستفدنا منه أن الموفق في الحجة إنما وفق بتوفيق الله له. ولذلك إذا كنت ستناظر أحدا عليك أن تحسن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى بين يدي مناظرة هذا الشخص. ولا يخفى عليكم أنه قد ورد عن ابن تيمية رحمه الله أنه لما ذهب لمجادلة النصارى في الإسكندرية وفي غيرها قال: فأخذت عدتي ثم استعنت بالله واستغفرت كثيرا من ذنوبي التي قد تسلط علي عدوي، وأكثرت من ذكر الله سبحانه، ثم دعوت الله سبحانه. هذه أمور مطلوبة، تحسن التحضير وتحسن الاستعانة بالله وتكثر من الاستغفار من الذنوب التي قد تتسبب في تسليط عدوك عليك. فالموفق في المناظرة من وفقه الله. قد آتى الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام حججا كثيرة على قومه. قال تعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. انقطعت حجته. شاهدي وأكرر أن الموفق في المناظرات والحجج إنما وفق بتوفيق الله له، فلازمتنا الاستعانة بالله عز وجل عند المناظرات وعند كل شؤوننا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، المناظرات السابقة التي حصلت إذ قال هذا ربي إلى آخره. نرفع درجات من نشاء، الذي يرفعه ويعليه بالحجة هو الله. قال بعض العلماء: وكما أن الله سبحانه رفعه في الدنيا وأثنى عليه ثناء حسنا في الدنيا ورفع له ذكره ففي الكتاب المنزل عشرات الآيات في ذكر إبراهيم عليه السلام والثناء عليه. وفي كل صلاة نصليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أصبحنا على فطرة الإسلام في أذكار الصباح كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا. تسمت سورة في القرآن باسمه. إلى غير ذلك نرفع درجات من نشاء. وكما أن درجته رفعت في الدنيا فهي مرفوعة أيضا في الآخرة.
قال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فكما أنه يؤجر أو يرفع ذكره في الدنيا فذكره أيضا مرفوع في الآخرة عليه الصلاة والسلام. وكذا كل من سلك طريق الخليل إبراهيم يدافع عن دينه وينافح عن توحيد الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى الله عز وجل ويعمل بما يدعو إليه، فإن التوفيق يصاحبه ومقامه يرتفع في الدنيا وفي الآخرة كذلك. فليس ما يعطاه في الدنيا بمنقص من أجره شيئا في الآخرة. ولقد قال الله تعالى في شأن سليمان عليه السلام وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فعلى كل عالم أن يكون عاملا بما يقول داعيا إلى الله، وليقن أن الله عز وجل سينصره في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى نرفع درجات من نشاء. من سأل سائل لماذا إبراهيم بالذات؟ فالجواب الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولذا فالآية ختمت بقوله جل ذكره إن ربك حكيم عليم. حكيم فيما يشرع ويصنع، عليم بالذي يستحق من الذي لا يستحق، وعليم بالخلق إذ خلقهم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ومن النعم عليه في الدنيا، من النعم عليك في الدنيا أن ترزق بولد صالح، فكيف وإن كان هذا الولد نبيا؟ من أدعية أهل الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالولد الصالح نعمة يعينك على طاعة الله ويذكرك بالله، وإذا أخطأت تلطف في الجواب ووجهك. الولد الصالح نعمة، ولذلك أهل الإيمان يدعون به، يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تستقر به أعيننا فلا تنظر إلى ولد آخر. ويقول الخليل رب هب لي من الصالحين. ويقول الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالولد جليس والولد رفيق، والجليس الصالح إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب. يعقوب ليس ولدا مباشرا لإبراهيم بل الحفيد. قالوا والرجل يفرح بأحفاده من أولاده الذكور لإبقاء الذكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وهذه من نعم الله العظيم عليك، وأي نعمة تعدلها أن يكون لك ابن نبي وحفيد نبي. قال سبحانه كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. يذكر الله بعض مننه ونعمه على خلقه، والتي أعظمها نعمة الهداية. فأعظم نعمة علينا هي نعمة الهداية. فهب أننا أوتينا من الدنيا ما أوتينا ولم نكن مسلمين، ما لها أي فائدة. قال تعالى
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان. اختلف أهل العلم في قوله ومن ذريته، هل من ذرية نوح أم من ذرية إبراهيم؟ فقال الأكثرون من العلماء ومن ذريته عائدة على أقرب مذكور وهو نوح عليه السلام، وأيدوا قولهم بأن الآيات فيها وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، ولوط ليس من ذرية إبراهيم بل كان في زمانه فآمن له لوط. ومن العلماء من قال لوط ابن أخ إبراهيم، يعني إبراهيم عمه. على أي حال ليس لوط من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلذا رجح من رجح أن قوله تعالى ومن ذريته عائد على نوح، وقالوا أيضا وإسماعيل واليسع ويونس، يونس ليس من ذرية إبراهيم، هكذا قالوا. هذا أولا. والذين قالوا إن قوله تعالى ومن ذريته عائد على الخليل إبراهيم قالوا لأن السياق في إبراهيم، لكن رجح كثيرون كالطبري رحمه الله وابن كثير وغيرهما أن قوله تعالى ومن ذريته عائد على نوح صلى الله عليه وسلم. سبق وأن فاتنا نقول نرفع درجات من نشاء بالتنوين قراءة قوم، وقيل نرفع درجات من نشاء بدون تنوين، وقراءة أكثر القراء أو عدد كبير على الأقل من القراء. قال تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب. هنا لم يلتزم في النص بالترتيب الزمني، فأيوب قبل داود وقبل سليمان، ويوسف قبل داود وقبل سليمان. فإن قال قائل لماذا لم يلتزم الترتيب الزمني هنا؟ يعني داود قبل يوسف وموسى وهارون بعد يوسف، عفوا داود في السياق وسليمان قبل ذكر يوسف، لكن في الترتيب الزمني يوسف قبل وموسى وهارون في السياق بعد يوسف، لكنهما بعد يوسف صلى الله عليه وسلم. الله يفعل ما يشاء ويتكلم بالذي يريد. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ما أسماء آباء هؤلاء الأنبياء؟ يعني ما اسم أبو داود؟ ما ذكر في الكتاب ولا في السنة، إنما هي أقوال إسرائيلية كلها. ما اسم والد أيوب؟ ما ذكر، وقد تكلف قوم نسبتهم، طبعا هم أفاضل وأكرم الخلق، لكن لم يذكر اسم أبيهم في هذا المقام، وهذا ليس بضائر، كما لم يذكر مثلا اسم ابن موسى ولا ابن موسى، وهذا ليس بضائر. قال تعالى الله أكبر الله أشهد أن لا اتصل بمصطفى سنة تقول له الجنازة الساعة كام؟ أشهد أن لا إله إلا الله
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. قوله وكذلك نجزي المحسنين للخروج بالقصة من حيز الخصوص إلى حيز العموم، فكل محسن يجازيه الله، وليس أمر الجزاء بقاصر على هؤلاء الكرام، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، كما جازيناه كذلك نجازي كل محسن، وليس الجزاء بخاص بموسى أو بيوسف عليهما السلام. كذلك لما عوفي أيوب من البلاء وحتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى حيز العموم، قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين حتى يتذكر العباد ما صنعنا بأيوب فيصبروا كما صبر صلى الله عليه وسلم. وفي الباب المقابل أيضا في العقوبات لما ذكر الله العقوبة التي أحلها بقوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد. قال تعالى وكذلك هنا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وهذا المعنى أشار إليه الصديق يوسف عليه السلام يعلمنا ويعلم إخوته، فقال صلى الله عليه وسلم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر
خرج بالقصة إلى غيره. عموما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالقصص لم تسق خبط عشواء، إنما لنتعلمها ونتأسى بأنبياء الله عليهم السلام فيها، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. سبق بأننا من العلماء من ينازع في كون يونس ابن إبراهيم، وإسماعيل واليسع لم يرد لليسع أي ذكر في حديث ثابت عن رسول الله، وكذلك إلياس. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، أي عالمي زمانهم، العالمين في زمانهم، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم اخترناهم، فالمجتبى من اجتباه الله، وهديناهم إلى صراط مستقيم. فالموفق لهؤلاء هو الله الذي وفقهم وسددهم واجتباهم واختارهم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اللهم اجعلنا من المهتدين. ثم قال تعالى يحذر الأمم من بعده، وهؤلاء الأفاضل الكرام المذكورين لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا فليست هناك مجاملات في مسألة التوحيد، بل رسولنا يقول الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، في بيان خطر الشرك وأنه يذهب ثواب الأعمال كلها. مهما تصدقت وصمت وصليت أشركت بالله كل أعمالك تحبط. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يقرض الضيف ويفعل، قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فالشرك يدمر كل الأعمال. جنبنا الله إياكم الشرك ومسالكه وطرائقه وصغيره وكبيره، اللهم أمين. وألحقنا الله إياكم بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.